سلام ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا وصفة رائعة وبنينة بزاف واللي هي شطة اللحم. كما راكم تشوفوا راح تخرج لكم رائعة وقمة في اللذة. نبداو مع بعض بالمقادير. انا هنا في طنجرة حطيت شوية زبدة، انا ما نحبش نحط زبدة بزاف، انت تقدري تحطي ملعقة مثلا. حطيت لها تاني ثوم والزيت، فوالا، ونخلي هذيك الزبدة تذوب معايا شويه. فوالا، حبيتي تحطي زيت وحدها تقدري تحطي زيت وحدها هكذا. بمجرد ما تذوب لي هذيك الزبده رايحه نحط اللحم هكذا على حساب الكميه اللي راكي حابه تحطيها، ونخلي هذاك اللحم يتقلى شويه مع الثوم. من بعد ضفت انا هنايا ملعقه ونصف تاع طوماط كونسونطري، طماطم مصبره، فوالا، ونخلط ونخلي هذيك الطوماطيش تتقلى مليح مع هذاك اللحم. انا بالنسبه لي السر تاع البنه هي لا طوماط كي تتقلى مليح. نخلو اللحم تاعنا يتقلى مليح على نار متوسطه. من بعد نضيفوا التوابل. انا عندي هنايا فلفل عكري، توابل اكيد حسب الذوق، درت فلفل عكري ودرت راس الحانوت، فوالا. واذا حبيتي ديري اكيد عندك الفلفل الاسود، انا هنا ما حطيتش باسكو ما ياكلوه ليش، فوالا. ونخلط كامل هاد التوابل مع لا طوماط كونسونطري ونخليه يتقلى على نار هادئه، فوالا. نضيفوا الملح، هكا اعطيلو خاطرو في القليه، نخلطو مليح. من بعد نضيفوا الحميصه. انا الحميصه هنا تاعي راني شمختها من قبل هذا، ونخلطو، فوالا، نخلطو جيدا. من بعد رايحين نمرقو بالماء هكا، نغطيو عليها ونخلوها طيب على خاطرها حتى تعقد. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى الوصفه تعجبكم ونتمنى تجربوها. ما تنسونيش بتعليقاتكم، لايكاتكم وارائكم اسفل الفيديو، والمشاركه مع الاصدقاء. والى اللقاء.